النشمي من بغداد. أكيد مثل ما قلنا هو خير شخص يحدثنا عن أصول الأشياء وعن عراقة الأشياء. وطبعا أكيد مو أول مرة احنا نتناقش ويا الدكتور علي النشمي، يعني حتى من خلال حديثنا في أمور أخرى أو في مواضيع أخرى دكتور علي النشمي دائما يتطرق إلى موضوع المتاحف. وأني أحب أنه أرحب بي. صباح الخير عليك دكتور علي في برنامجنا. صباح النور، مرحبا، اهلا لهم، اهلا وسهلا. صباح النور دكتور. دكتور أني أول شيء بداية أريد تحدثني عن بداية المتاحف في العراق، إيش وقت تأسست، إيش وقت أصبح أول مكان سمي بالمتحف؟ لا طبعا هي المتاحف لم تظهر الا بعد ان تكونت الحضاره وعندما تكونت المدنيه. نعم. ولكن عفوا عبر التاريخ كانت هنالك متاحف خاصة لدى الملوك السومريين والملوك البابليين والملوك الآشوريين، ولذلك هذه المتاحف كانت عبارة عن غرف خاصة تكون ضمن بيت أو قصر ذلك الملك وبالتالي فإنه كثير من الملوك كانوا يتبادلون التحف ويتبادلون أشياء كثيرة. وفي آثارنا العراقية في المسلة السوداء هنالك آثار كثيرة تؤكد بأن الأسرى والملوك الذين يأتون يحملون معهم جزءا من هذه المقتنيات التي تحفظ في، ووجدنا كثير من هذه الآثار في القصور السومرية والبابلية والآشورية. ولكن طبعا بصورة حديثة لم تتكون هذه إلا بعد أن تكون ما يسمى بعصر النهضة. وبعد عصر النهضة تكونت المتاحف وبالذات هي لم تتكون بشكل رسمي، تكونت يعني بشكل تراكمي للحضارة. يعني مثلا في روسيا لم يكن هنالك متحف، كان هنالك شيء يسمى بالآرميتاج. الآرميتاج هو الشرفة. ليش سموه الآرميتاج المتحف الشرفة؟ لأنه بطرس الأكبر كان يجمع كل مقتنياته في شرفة معينة على قصره، وبالتالي أصبحت مثل المتحف. وعندما كونوا المتحف الروسي بعد سموا بالآرميتاج نسبة إلى هذه القضية. اللوفر والمتحف المتحف الإنجليزي والمتحف الألماني هذه كلها تكونت فيما بعد في القرن التاسع عشر عندما انفتحت أوروبا على الشرق، وخصوصا بعد عصر النهضة. عصر النهضة كان محاولة أوروبا الانفتاح على الشرق، وأرسلوا الكثير من الجغرافيين والآثاريين لدراسة الآثار والثقافة الشرقية، وعندما جاءوا عادوا بكثير من المقتنيات، وبذلك تكونت ما يسمى بالمتاحف في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وثم يعني تكملت في متحف اللوفر أو المتحف البريطاني ومتحف برلين اللي يعتبر هو من المتاحف الأولى. بهذه الطريقة تكونت المتاحف العالمية التي تحفظ فيها الكثير من الآثار. هذا بصورة مختصرة لتاريخ المتاحف. طيب ذكرت دكتور متحف اللوفر في باريس، ليش من كنا صغار نسمع أنه أغلب آثارنا هي موجودة في متحف اللوفر؟ لا طبعا هو ليس أغلب آثارنا في متحف اللوفر واللوفر. السبب يكمن في أنه متحف اللوفر كان قد خصص قاعة، وهذه القاعة محترمة جدا للآثار العراقية، ولذلك فإننا وأيضا أغلب السواح يذهبون إلى باريس يزورون متحف اللوفر، ولذلك يطلعون، وأيضا كل العالم اطلع على آثارنا في متحف اللوفر، ولذلك فإننا نتصور بأن أغلب آثارنا هي موجودة في متحف اللوفر. لا، المتحف البريطاني بكمية كبيرة، متحف بنسلفانيا في أمريكا في جامعة بنسلفانيا في آثار عراقية كثيرة، متحف برلين في آثار كثيرة دكتور جدا. وين اختلفت المسميات في بريطانيا أو في ألمانيا أو في باريس؟ لماذا نقلت هذه الآثار إلى هناك؟ لا طبعا هذه مسألة معروفة. أولا الآثار نقلت لسببين رئيسين. أولا المنقبين على الآثار كانوا هم أجانب، نحن لم نكن نعرف شيء عن الآثار ولم نعرف هذا، وبالتالي أيضا اليهود بذلوا جهدا كبيرا جدا لأنه أرادوا أن يثبتوا بأن التوراة شيء حقيقي، وأن كل الأسماء الموجودة في التوراة هي أسماء حقيقية. ولذلك حتى عندما اكتشفنا الآثار وجدنا كل الأسماء الموجودة في التاريخ هي موجودة، حمورابي، نبوخذ نصر، شمنصر، سرجون، كلها وجدناها، فرعون، كلها وجدناها في التوراة. فاليهود تحمسوا كثيرا ولذلك أغلب البحث جاءت، فعندما ينقبون ماكو حارس وماكو واعي فيحطوها عربين يدزوها للفاو من هناك يحملوها بسفن، ولذلك في القرن التاسع تجمعت الكثير من الآثار بهذه الطريقة. ثم أن هنالك صارت بعد ذلك في القرن العشرين
ما يسمى أو نهاية ونهاية القرن التاسع عشر بسرقة الآثار. نعم. قام يجون الأجانب بشكل سواح ومدري شنو، يمر على تل يقول لهناك الفلاح، يقول له نبش لي وطلع لي وهذا، وبدأوا الفلاحين يعرفون الشغلة نعم. منذ القرن التاسع عشر، ولذلك بدأوا يحفرون ويكسرون الرأس ويودوه، ولذلك نعم. فلذلك فقط أقول نقطة طريفة. نعم. أنه هنالك متحف بني في برلين، متحف الآثار العراقية، كل الآثار مأخوذة من حرامي واحد اسمه جاسم. هذا الحرامي الجاسم هو الوحدة باق آثار وكونوا متحف كامل في برلين من حرامي واحد اسمه جاسم. نعم. فلذلك حقيقة هذه الحقيقة موجودة، ولذلك بسبب سرقة الآثار ومعرفة الأوروبيين بها ورغبتهم، وأيضا بعد ذلك نحن لا نعرف شيئا يعني عن آثارنا. جاءت الجامعات العالمية وخصوصا جامعة ميشيغان وشيكاغو وبنسلفانيا وباريس وبرلين هي التي نقبت عن آثارنا، وهم مشكورون كثيرا على هذا الشيء طبعا. وعندما كانوا ينقبون كانوا ياخذون السيميلر وليس اليونيك، يعني اذا اكو اثرين متشابهه ياخذون واحد ويبقوا لنا واحد، اما اليونيك يبقى بالعراق. ولذلك تكونت اثار كثيره في جامعه ميشيغان وشيكاغو وبنسلفانيا، اثار كثيره، وبالتالي تجمعت هذه الاثار لدى تلك المتاحف بهذه الطرق. نعم. طيب دكتور، نرجع الى متاحفنا العراقيه والمتاحف في العراق. هل هي من زمن العشرينات تطورت أم بقت على حالها؟ طبعا هو أول متحف كونته المرحومة مسبيل. مسبيل هذه المرأة البريطانية التي جاءت مع الاستعمار البريطاني وهي سكرتيرة المعتمد. هذه المرأة شابة صغيرة وكانت مهتمة جدا بالآثار، وهي أول مدير الآثار العراق، وهي أول من اهتم بالآثار، وهي أول من نقب في الأخيضر يعني، وهي صاحبة فضل في هذا الموضوع. كانت تجمع الآثار وحطتها في مكان، فكونت أول بدايات المتحف العراقي كونتها المرحومة مسبيل. نعم. أنا أسميها مرحومة رغم أنها كانت هي استعمارية، ولكن هذه المرأة قدمت أشياء كثيرة للعراق. نعم. يعني إحنا هاي مسألة العقد السابقة يجب شوي نتخلص منها. الإنسان يبقى إنسان حتى لو كان من هو كان. نذكر له الخير ونذكر له الشر. أكيد دكتور، إحنا نحكي بلغة الإنسانية. قدمت بهذا. نعم. وايضا بلغه يعني بدون العقد والاتهامات والعماله والجواسيس والقوميه والمادري ايش، هاي التعابير اللي اتضح كل اللي بيتكلمون بها هم واخذين فلوس ويتحجون بهاي الطريقه. القصد المهم هو العراق ثم لا شيء بعده. القصد انه مسبيل الله يرحمها هي بدت هذا، ولكن كمتحف بعد ذلك جاء واحد استرالي. نعم. شخصيه جدا رائعه بعد مسبيل، استلم الاثار وقدم اثار كثيره جدا خدمه هذا. ولكن التطور الحقيقي العراقي كان في زمن ساطع الحصري الذي كان مدير الآثار، وفي زمانه تكون المتحف العراقي اللي يعتبر المتاحف العالمية ب 36. والغريب أن نشوف المتحف العراقي اللي بناه مهندس يعتبر في ذلك الزمن هو أعظم مهندس في العالم. المهندس الألماني اللي بنى الملعب الأولمبي في برلين اللي صارت عليه أولمبياد 1936 اللي حضرها هتلر، واللي كان بها أول بث تلفزيوني في العالم وأول سباقات وغيرها. وجاء هو بناء المتحف العراقي ليم العلاوي هذا. ولذلك هذا الرجل بناه بشكل جميل، حتى ان القبه وضع له قبه. انا لحد الان عندي الترجمه مالت الشيء الكتاب. قالوا مررت في العراق فوجدت خرابا وقبابا ذهبية رائعة، فتعود العراقيون أن يرون هذه القباب الذهبية وتتكحل بها عيونهم، فأردت أن أبني لهم متحفا تتكحل به عيونهم برمز هو القباب العراقية التي يرونها في أضرحتهم ومساجدهم. شيء جميل كتب هذا المهندس وأنا حافظها ولو أنا ما أحفظ هذا، بس لأن وضعتها في أحد كتبي. وهذا الرجل على ما أظن هيزفيلد هو رجل كان يعني قد خدمه. ولذلك تكون المتحف العراقي، والمتحف العراقي يعتبر على فكرة من المتاحف العالمية المهمة جدا، لأنه في المتحف العراقي آثار لا توجد في كل متاحف العالم. يعني أقدم الآثار موجودة في المتحف العراقي. كمية المتحف العراقي كبيرة رغم أننا لا نعرض كل آثارنا. ما أدري إيش مديرية الآثار مالتنا من 36 لحد الآن بس الضمضم، يعني خمخمة الآثار وخاست بسبب للضمضم. ومديريات وفلوس وصرف وكل شيء ماكو. كل شيء ما يعني حتى مدير الآثار ما يعرف. يعني دكتور معناها ما شهد أي تطور هذا المتحف أو هاي عزيزتي. فقط أقول لكم شيء، اسمحي لي بنتي، اسمحي لي بس خلي أكمل هاي الكلمة المهمة جدا. راح أقول شيء كارثة جدا. أتعرفون أن في العراق ماكو سجل للآثار الموجودة بالعراق؟ يعني
هسه ببيتك اكو واحد ما عنده سجل، يعني سجل في العراق طبعا من ايام صدام حسين مو من ايامنا. لا يوجد سجل للاثار في العراق. نعم. في المتحف العراقي. نعم. يعني جو هسه الطب تاخذ لك خمس اشياء بجيبك تطلعها، تجيب لوري، تجيب لوري ترشي هذا، تحط لك لوري ترسى اثار، ما حد يقول لك نقصت او ما زادت. نعم. وهذه طبعاً كارثه كبيره. ولما التقي ويا مدير الاثار والتقي ويا الوزير يقولون لا مو ماكو ضوء. قلت له يابا راح اجيب لك جنريتر، اقسم بالله العلي العظيم التقيت بوزير السابق قلت له راح اجيب لك جنريتر. واحد بعدين قال لي مو حرب الصيف، قلت له يابا والله اعذروني انا راح اقول كلمه شويه بها سخف. نعم. قلت له راح ابقى بملابسي الداخليه انا بالصيف وانزل اجردل هذا وخلي اموت حر، اقسم بالله العلي العظيم. هذا اللي قتل الوزير ومدير الاثار يعني وغيره وغيره وزير طبعا السابق. الموضوع هو وهو صديقي جدا. نعم. موضوع الضوء وبرد وباكو شنو والفلوس بدها تنصرف عليهم. عجيب. وبرد وحر يعني وما عندنا، اقسم بالله هكذا. عندي التسجيل. نعم. وعندي التسجيل، خاف يعني تسجيل تلفزيون خاف تصورون ده ابالغ. لا مو ضوء ماكو، جنريتر ما يوصل وتبريد ما يوصل. نعم. انا اريد اهنيك على الجائزه اللي استلمتها. اني بصراحة سمعت من إحدى القنوات كنت في مقابلة وماخذ جائزة دكتور. نعم. يا ريت توضح لي. نعم يا ريت توضح لي دكتور. لا مو طبعا احنا الاعلام العراقي لديه عقده من اي انسان عراقي ياخذ جائزه. نعم للاسف هاي العقد حكينا عنها. منافسه خصوصا في شبكه الاعلام العراق، في شبكه الاعلام العراقي والعراقيه الذين يحاولون عدم ابراز اي مثقف عراقي خوفا ان يشاهد رئيس الوزراء ويشاهد خاطر يخلي عبالهم وكانما نحن نركض وراء المناصب. والله لو كيلوها ذهبا لا ناخذ لا وزاره ولا شيء. نعم. فهو العراق ولذلك هم حجبوا اشياء كثيره. نعم. انا حزت على واحد من 100 مثقف، اثقف 100 شخصيه في العالم. نعم ما شاء الله. احلى واحد من 100 اثقف شخصيه في العالم. نعم. ولذلك احتفاليه كبيره جرت يعني تستاهلها عن جداره حقيقه. لا يعني نعرف احنا في نعم كل جوائزك وكل الامور، يعني حتى مو بالجائزه يعني اكثر من الجائزه. وهذا في شيء احنا لامسين مني اني يمكن ومن كثير من الناس اللي يعني اني واحده من الناس اللي من خلال استضافتنا لك كل يوم اثنين دائما يبعثون ايميلات بصراحه انه تشيد بحضرتك وبثقافتك. فمبروك يعني من عندي شخصيا ومن كادر قناه الفيحاء لحضرتك، وتستاهلها فعلا بجداره مرينا بها. ارجع لك دكتور علي، وتقدر تقول لي دكتور علي انه احنا عندنا كوادر يعني مو فقط في هذه الحقبه، من زمان انه جديره تحافظ على الموجودات او الاثار اللي موجوده عندنا بالمتاحف، يعني من الناحيه الفنيه، من ناحيه المحافظه على كل هذه الامور، من ناحيه رعايه المكان. نعم سيدتي، شوفي هو ترى اكو تقصير كبير جدا خصوصا في زمن النظام السابق. نعم. النظام السابق ارتكب جرائم كثيره بحق الاثار، يعني هدم الكثير من الاثار، يعني اثار قلعه كركوك اللي تمثل كل الاثار الاغريقيه والرومانيه والبابليه والاشوريه. صارت عندنا غير اثار دكتور اذا تتذكر. كلها صور. نعم كل الاثار دز بلدوزر. نعم صحيح، دز بلدوزر بيوم ومسح قلعه كركوك ولا احد يعرف لحد الان، يعني حتى البعثيين اللي كانوا ويا صدام حسين ظلوا حايرين. نعم. ما يعرفون شو يجاوبون. القصد اثارنا بالتاكيد، وايضا اتخذ قرار بالسبعين عدم استقبال الجامعات العالميه بتقرير رفع لطيف صيف جازم اللي كان وزير اعلام انه هاي راح تصير اوكار تجسس، وما عرفت اوكار تجسس على شنو. وسبب حرمان العراق من التنقيب على الاثار هو عدم وجود الجامعات العالميه، خصوصا الجامعات الامريكيه. كل اثارنا اكتشفت اغلبيتها 90% من الجامعات العالميه، خصوصا الجامعات الامريكيه ميشيغان وشيكاغو وبنسلفانيا. نعم. ولذلك لو فعلنا كما تفعل مصر الان بان هنالك عشرات الجامعات العالميه تنقب، لا احد يعرف ينقب ويكتشف آثارنا غير الجامعات العالمية. هؤلاء الناس يجون بفلوسهم وبخبرتهم وإمكانياتهم وفقط يريدون شرف واحد أنه اكتشفوا فلان شيء خاطر يسوون دراسات دكتوراه في بلدانهم، وهذا هو شرف لهم. هنالك والله واحد بارون ألماني جاء العراق بالأربعينات
يكتبون عليه تقارير هذا جاسوس ويهودي ومدري شنو وشغلات وهذا شعوبي. حتى لحد الستينات واحد كتب من القوميين كتب عليه شعوبي، ادري اعرف شعوبي على شنو ما ادري. على اي حال القصد الحل الوحيد هو في الجامعات العالميه. نحن لدينا 200 ألف تل أثري، 200 تل ألف أثري لا نعرف عنها أي شيء في الوقت الحاضر. المكتشف من آثارنا فقط من 10,000 تل أثري. يعني ايش قد العالم سيتغير لو اكتشفنا ال 200 ألف تل أثري. هاي وحدة. ومسألة مهمة جدا، المشكلة الآن في الحرامية اللي يبوقون هذه التلال. التلال هذه يجي واحد حرامي اسمه جاسم عبود ما ادري ايش، يحفر بالمسحه مالته يلزم له يقال تمثال يكسر راسه ويروح يودي صالح العبيدات مثلا بالاردن، او جاسم العبيدات او محمد العبيدات، وهذا العبيدات دزت تومسون في امريكا، وعود احنا بعد 20 سنه يرجعون لنا هذا الراس من خلال الانتربول. هذا الراس اجيب اذبه بالشط ما يعني شيء، لانه قيمه الاثر هي مو بالحجاره هاي، قيمه الاثر هو وين اللقى وباي طبقه. يعني لانه اثار احنا طبيعه الارض العراقيه الرسوبيه تزداد سنويا بضع سنتيمات، فوين لقيتها يعني بها فتره زمنيه، وين لقيتها ايضا بها منطقه. يعني اني الان احنا في العراق لو لقينا تمثال مال هاي الام الحامل والضخمه، لو لقيناه بالرمادي نغير التاريخ كله لازم، لانه معناها عباده الام كانت موجوده هناك وهي لا غير معروفه ان عباده الام كانت موجوده. نعرف احنا شمال سامراء كانت عباده الام عندما تكون سهل الرسوب لم يكن. تشوفوا مجرد اثر يلقي في وين. اذا قيمه الاثر هو وين لقيناه وباي طبقه. لما انت واحد بايقه جاسم وما تعرف منين وموديه لعبد اللات، وذاك عبد الله مودي تومسون ورجعت له بعد 10 سنوات، وين المعلومات؟ هذا اذبه بالشط. نعم. لذلك حتى مساله هاي الاثار مالتنا انباقت عنها ما رجعت، ما تعني شيء ايها الاخوه. هاي الاثار احنا درسناها وعرفنا ما بيها وصورناها وسوينا عليها جبس وموجوده بالمتحف، هي موجوده او الجبس مالها ايش تعني؟ نعم. المهم درسنا الموضوع مالها، عنها ما اندرست، عنها ما رجعت، عنها حرقوها. يعني دكتور يعني القصد ما لها اهميه، قصدي ما لها اهميه مثل الاثر. نعم دكتور، قصدي انه قيمة الآثار يعني إذا هو الأصلي الموجود مو حيكون له فد مصداقية أكثر لما مثلا كمشاهد من الناحية السياحية. هذا قصدي يعني من الناحيه السياحيه. نعم. اي من الناحيه السياحيه، بس مو من الناحيه التاريخيه والاثاريه. انا طبعا لا اقصد انه مو مهم، لا. نعم. بس اقصد لا يعني شيئا مقابل الاثر هذا الدينباق من هذا. لو ما تجي يقول لك رجعنا 600 قطعه اثريه مسروقه من العراق، هذه كلها بالجونيه اللي جابوها ما تسوى الجونيه اللي جابوها. نعم. لانه منو باقها؟ وين لقاها؟ وباي منطقه؟ هذه ما راح نقدر ندرسها. هاي مجرد نحطها بالمخزن تتعفن. يعني راح صحيح المعلومات مو كامله ولا نعرف عنها فد شيء. صحيح. شنو قيمتها فعلا؟ الآن في العراق عندنا مجزرة. قبل سنة حصلت مشكلة بين قبيلتين بالناصرية، تعاركوا على تل أثري. هاي القبيلة تقول أني أنقب بيه وأبوق، وذيك القبيلة تقول أني أبوق. جت الشرطة فصلت بيناتهم قال لا هذا التل من حصة فلان قبيلة، يبقون على راحتهم. الآن المشكلة احنا عندنا 200 تل ألف تل أثري. لو نسوينا على كل واحد شرطيين، يعني كل واحد يوم يرادنا 400 ألف شرطي، هذه لا يمكن أن تحصل في أي بلدان العالم. أنا قدمت اقتراح اللي هو ساتلايت مونيتور سيستم، مونيتورينج سيستم، يعني المراقبة عن طريق الساتلايت، وهذه رخيصة جدا ما تتجاوز ال 100,000 دولار سنويا. يراقبوها واكون ارتباط لهم بنقاط الشرطة بنقاط هذا، بحيث هذا الحرامي قبل 100 متر ما يوصل يحفر، الساتلايت يشوفه راسا ينطي اشاره للمحطه، تجي الشرطه راسا مباشره الى يعني متطور 10 دقائق هذا تقدر تلزمه. نعم. الطريقه الوحيده هي الساتلايت مونيتورينج سيستم، يعني ادخال التكنولوجيا في هذا الموضوع. لا مو كلام، لا مو كلام كبير ادخال التكنولوجيا. لا هذا كلام كبير. لا اكو منظمه بالعالم شركه مسؤوله عن مراقبه لهذا الجزء. مو عندهم هسه مسوين متفقين ويا شركه راقب الشخصيات المهمه بالبرلمان. يعني قصدي دكتور ادخال التكنولوجيا من خلال الكاميرات حضرتك الاجهزه اللي ذكرتها. هذا قصدي. مو كاميرات. لا مخاطر لهذا راح الناس تسمع فد شيء وهم المسؤولين راسا يقول لك احنا ما عندنا امكانيه ويبوقوها او ارهاب. لا ماكو هيك حكي. انا بس ابسطها، ما اريد اعطيها كاميرات. ماكو كاميرات. ساتلايت يباوع
يشوف من فوق ما يقدر يوصل للارهابيين. نعم. يشوفوا اكو اتصال ويا منظومات معينه سهله جدا، راسا ينطي اشاره لمنطقه بالديوانيه وبغيرها، راسا تروح الشرطه. اسهل وارخص عمليه مراقبه بالدنيا. وانا قدمت لهم اياها، وحتى الشركه اعرفها، وحتى الدكتور اللي يديرها واحد عراقي. واحد عراقي من يعني استرالي، عراقي بس صار 20 سنه باستراليا، صديق عزيز، وهو الرجل متفاني ومستعد حتى يعطيها بشكل، بس من يدفع $100,000 لا مستعدين يسوون تعيينات وما ادري شنو بها كوميشن وهذا. القصد ايها الاخوه، هاي المشكله، مشكلتنا احنا في هذه سرقه الاثار التي لا هذا. الحل الوحيد، انا الان كلفت من وزير السياحه بشكل شخصي وهو صديق عزيز، لواء سبينسن، طلب من عندي أن أسوي دراسة حول إنشاء أكاديمية في، وقلت له أنا هاي هديتي للعراق، راح أفتر لدول العالم على حسابي الشخصي. نعم. وأسوي الدراسة على حسابي الشخصي وأقدمها هدية للعراق. على فكرة أنا حتى لما أشارك بالمهرجانات اللي تخدم العراق، اللي يأخذون الفراريش وياخذون الموظفين والحمايات ياخذوهم لهذا، انا الوحيد اشارك بجيبي الخاص والله العلي العظيم، واسال وزاره الثقافه. يعني انا ادفع فلوس الطائره وانا ادفع فلوس الفندق. وليش؟ لان انت مو بوزاره الثقافه، وانا اقول لهم اشكركم ما دام انتم سمحتوا لي اجي وياكم. واروح اسوي محاضرات. انا هاي للمعلومات اللي، واتحدى واحد يقول لي غير شيء، انا من جيبي الخاص ادفع واقدم محاضرات للعراق، وانا مو غنيكم. اكيد يعني فالقصد احنا نريد نشجع الناس. احنا بدنا نشجع الناس. انه البلد ترى مو بس دوله، احنا منظر كل الدوله. يعني يطلع لي واحد فنان يقول لي والله الدوله ما تساعدنا، يطلع لي واحد مغني مو الدوله ما تساعدنا، يطلع لي مدرس. يا اخي الدوله، انا تعرفون عندي موقف من بعض ممارسات الدوله، بس ترى ماكو دول تتطور. الدوله ليش ما تعطينا تقاعد؟ الدوله ليش ما تبني بيوت؟ الدوله ليش ما تبني؟ ما يصير هيك. لا، يعني هو جانب يقع على عاتق الدوله، وجانب اخر يقع على عاتق المواطن. نعم، مثل ما ذكرت بالحلقه السابقه دكتوره، احنا كنا نتكلم، ما اعرف يا موضوع يعني جدا عجبني جوابك، كان انه قلت يعني 3 نواحي قسمتها، يعني من ناحيه اقتصاديه، ومن ناحيه الحكومه، ومن ناحيه الاجتماعيه، هي شيء مكمل للاخر، وهي هاي مساله ثقافه ايضا مثل ما قال احد المتصلين. طيب دكتور، يعني في رايك انه الان اثارنا في امان موجوده في هذه المتاحف الاجنبيه اللي قلنا عليها، يعني انه تبقى هناك أحسن وأفضل؟ لما نعم، لما رب ضارة نافعة. نعم فعلا. الآثار مالتنا اللي انباقت هي اللي انحفظت، والآثار مالتنا اللي ما انباقت هي اللي ما انحفظت. الغريب. يعني مسلة حمرابي لولا أن الإيلاميين يسرقوها عندما جاءوا وغزوا بابل، نقلوا المسلتين اللي موجودة في بابل ونقلوها إلى إيلام. وإحنا الفرنسيين عام 1901 الفرنسيين وجدوها هناك، وانقلب العالم من وجدوها. لولا هاي السرقة كان احنا ما نعرف عن شيء، لأنه الآن باب الحمورابي على بعد 100 متر تحت الأرض، شلون نوصلها؟ ماكو أي تكنولوجيا تعرف هذا. وبالتالي رب ضارة نافعة. الآثار اللي أخذوها الفرنسيس والإنجليز واللي الجامعات العالمية هي اللي الآن محافظين عليها. نعم، أنا أقول بمرارة آثارنا ليست في أمان، وخصوصا في التلول الاثريه. والدوله تجيب لي تعين لي مدراء اثار وتعين لي ما ادري شنو، فد ناس شباب صغار ما لهم شغله بالشغله، ما لهم شغله بالشغله، وتحطهم ويدوخون باي مساله. ويا جماعه ترى الله ما يقبل، يا دوله انا دافعت عنك الان، ترى الله ما يقبل، الله ما يقبل هيك تلعبون بالاثار. هسه انتم روحوا عينوا واحد، انطوه راتب يا اخي، ابن عم فلان، اخو فلان، ابن خالة فلان، باس ايد فلان، ما يخالف اعطوه راتب، بس مو تخلوا مدراء عامين وكلاء وزارات وما ادري شنو هذا. يا جماعه شويه شوفوا الله بالدوله بالناس، عينوا ناس. تريدون العراق مليء من هذه النماذج، خلوا الناس اللي عندهم امكانيه. ترى ما يصير بكل من هب دب حطيته وكيل وزاره وحطيته مدير عام. روحوا شوفوا الثقافه، روحوا شوفوا فلان وزارات، منهم ناس ما لهم شغله بالقضيه، جايبيهم حاطيهم مدراء عامين شباب صغار. طلع لي بالتلفزيون حكى له البطيخه قلت البزونه 100، روح حطه مدير عام. واحد ما ادري شنو هذا، ما يصير هيك يا جماعه. انا حتى قلت لاعلى رجل بالدوله انه ترى نجاحكم
يعتمد على هذول الناس. اذا تجيبون ناس محترمين يخدمون البلد انتم تنجحون. نعم. اذا جبتوا ناس بس يفكرون بالربح ترى انتم تخسرون. واحنا هاي دولتنا وهاي تجربتنا وهذا نظامنا اللي احنا دافعنا عنه واعتقدنا من اجل نفذ النظام، فاحنا ولد النظام الجديد. فعندما ننتقد حبا بالمالكيه وننتقد حبا بالدوله، ومن خلال فيحاء التي دائما تنتقد حبا بالدوله طبعاً وما عمرها ما دكتور، احنا يعني دائما همنا، يعني حضرتك كاعلامي ليست مثل الفضائيات. نعم. ليست مثل الفضائيات، سيئه جدا. نعم. كل شيء سيء تعرضه، وكل شيء ضد العراق تعرضه هاي الفضائيات، شين او غيرها وغيرها وغيرها او باء. بينما اكو فضائيات واكو ناس حقيقيين ميتين اجل البلد. فلذلك ارجو ان لا الكاتب يطلع عنا باكر. احنا الكاتب لازم يصير بعيد عنا، لانه احنا ننتقد من اجل البلد. طيب من حبنا للبلد. نعم فعلا دكتور. طيب لو رجعنا الى موضوع الاثار، وفي حقبه معينه من سرقه الاثار يمكن 3 مستشارين استقالوا لجورج بوش، استقالوا من مناصبهم بسبب السرقه اللي حدثت في العراق لآثار العراق. يعني شلون تنظر إلى هذا الموضوع؟ وهل أنه المفروض يستقالون أيضا من هيئة السياحة والآثار عندنا للسرقة اللي صارت وللدمار ولعدم المحافظة أصلا على هذا المكان؟ يعني أغلب المتصلين هسه اللي خابروا مكان شبه ميت يعني. لا طبعا يجب تحاسبون الناس الموجودين سابقا اللي كانوا على المتحف العراقي، ذولا يجب أن يتحاسبون. نعم. حقيقة الشرطة اللي كانت موجودة والناس المسؤولين كانوا موجودين في الزمن الذي عافوا الآثار مالتنا وراحوا. أنا شخصيا من سمعت المتحف العراقي انباق، ردت أشيل لي رشاشة وأروح، بس ماكو سيارة توصلني لهذا. نعم. وبالتالي وأيضا الأمريكان يتحملون المسؤولية الأكبر عندما شاهدوا المتحف العراقي يسرق أمام نعم. عيونهم. ليش حفظوا وزارة النفط؟ ليش وزارة النفط ما خلوا واحد حرام يطب لها؟ ليش الآثار العراقية؟ ليش ما يعرفون ليش هم الأمريكان أغبياء؟ ما يعرفون هذا القصر الجمهوري، هنا مرافق عامة، نعم. هنا مسجد، هنا متحف، ليش ما يعرفوها؟ لما جو دخلوا العراق عارفيها سنتيمتر متر بس. هي بلادة أمريكان يا جماعة، ليسوا أذكياء. نعم. مشكلة الحضارة الآن أنه أكبر دولة هي أمريكا، لكن عندما تكون فرنسا أكبر دولة الآن شوف الحضارة شلون تزدهر. الأمريكان ليسوا بنات حضارة وليسوا بنات ثقافة. الأمريكان لا يملكون ثقافة على العلم يعني. الإنسان الأمريكي ترى empty mind، يعني ماكو عقل فارغ، بس أبها وفيكات وطيران وما ادري شنو افلام. الامريكان ليسوا ناس معبرين عن الحضاره، ولذلك اكبر دليل الان شوفوا. بينما الفرنسيس اول شيء كانوا يحافظون على هذه القضيه. انا مو مفاضله بين استعمار واستعمار اطلاقا، لا السيان في هذا الجانب، ولكنه الامريكان هذا زاد في الطين استعمارهم بالله. انهم جاءوا وخلوا المتحف العراقي يومين ينباق والدبابات الامريكيه واقفه. اذا هذا ايضا غباء. انا ما اقول قصديه، بيتصور الواحد يقول لك لا هم ما عندهم تاريخ، لا هم ما عندهم، هم حتى اغبياء ما يفكرون هيك شيء، ما عندهم القدره العقليه يفكرون هيك عمق. هذا عمق ما يعني غباء. كان مجرد غباء. غباء. هذا الرجل هذه غطرسه وقوه قاهره جوفاء. والدليل على ذلك شفناهم احنا 6 اشهر يجون زعاطيط ويحطوا لهم فد عبوه جواهم صغار يعني، والبعض منهم طبعا مقاومه ومناضلين، والبعض منهم دعنا غير مشان يحطوا لهم بنفس المكان قنبله تتفجر 10 مرات بيوم واحد على الدبابه، ما يقدر ياخذون حذر من هذه المكان. فالناس يعني ليس لديهم لا ذكاء ولا مدري شنو، ونحن تحملنا تبعيه السفاهه والغباء والبلادة الاستعمارية الأمريكية. أنا لا أقول في التكنولوجيا، هم عندهم قنابل ذرية وعندهم صواريخ، بس عندهم بلادة استعمارية ونحن دفعنا الثمن. ولذلك تلاحظون هذا اللي صار. وأيضا الناس الموجودين على الآثار السابقين دول يجب أن نجيبهم ونحاسبهم. وأيضا كان السياسيين دول هسه اللي يشدقون بالعراق، ذول اللي يحكوا لي كان ما يقدر واحد منهم يقول لهم يابا يا شباب يا زلم انتم رايحين، ترى العراق راح يبقى بلا هذا، حافظوا لي على الاثار وحافظوا لي على ما ادري شنو. ماكو واحد قال هيك كلمه ابد. لا طبعا بس يعني انا شفت واحد قس يعني هي لا بس مصالح. اسمحي لي بهاي المعلومه، سياسه مصالح. اسمحي لي بهاي المعلومه. اكو قس رائع جدا بالقرب من مستشفى الراهبات. نعم. عندما دخلت القوات الامريكيه راسا اتصل بالبابا قال له اللي صارت سرقه في العراق واكو مستشفى للراهبات هاي قريبه، ارجو ان هذا. نعم. مباشره بعد ما اتصل بنص ساعه اجت دبابات امريكيه حمت مستشفى الراهبات. مستشفى للراهبات بكراده، وهذا انا حاضر نفس اليوم اللي كانت تنباق به المتحف العراقي. ما كان يقدر واحد من السياسيين الابطال
اللي كانوا يتناقشون الامريكان يقول لهم يابا حطوا لنا دبابتين على المتاحف. هواي تقصير يعني، هواي لو نحكي للصبح هواي تقصير فعلا يعني. هواي تقصير. زين دكتور، كل هذا اللي حكيته هو مضبوط وصحيح وفعلا مؤسف، يعني شيء جدا مؤسف. يعني واني اللي قهرني اكثر من يخابر احد المتصلين ويقول انه هو بالبشر ما مهتمين، عادي يهتمون بمتاحف. يعني شوف المقارنه اللي وين وصلت، وشيء فعلا مؤسف يعني. لكن اذا جينا على خلينا نقول اقل تقصير ممكن يعني موجود ونقدر ممكن نعالجه ككوادر فنيه، شنو الخطوات اللي نتبعها بحيث انه نطور هؤلاء الكوادر اللي موجودين داخل المتاحف العراقيه حتى يحافظون على الاثار، حتى ممكن يطورون؟ شنو الخطوات المتبعه؟ لا طبعا هي اكو مسائل كثيره جدا. هو اولا اهتمام بانشاء كليه اثار في العراق او جامعه اكاديميه الاثار. نعم. ثانيا وهو مهم جدا فتح الباب على مصراعيه للجامعات العالميه. نعم. للتثقيف على الاثار. هاي راح تحمي اثارنا وراح تنقب عنها وراح تطلع عنا اشياء كثيره. ثالثا نعم. اختيار ناس بهم خير، اختيار ناس بهم خير. نعم. اختيار ناس بهم خير وحطوهم على الاثار. مو تجيبوا لي شباب صغار كل شيء ما يفتهمون والله لانه والله صديق فلان وباس ايد فلان. القصد في هذه الطريقه فقط يمكن ان هذا ويسوون الساتلايت مونيتورنج سيستم اللي لحمايه الاثار ب $100,000. وانا مستعد الان اسوي حمله لجمع ال $100,000 للدوله العراقيه الفقيره المسكينه اللي سفرات الحكومه العراقيه $3 مليار ويروحون لزوجاتهم في لبنان. بلكن دكتور نعم. واحد من المسؤولين يسمعك ويسمع هذا راح يضحك علي، راح يقول لك هو العراقي التائل بالبتنجان على قولة عادل الامام. لا عزيزتي، ليش هم بدا يسمعون؟ اخر شيء يفكرون فيه الان دا يفكر شو وقت يروح لبيروت. نعم. السفره مال سويسرا ايش قد جتي منها، شو وقت يروح للنمسا. نعم. عنده صديقه بالمانيا ثقي، هذا جايبيهم للشارع حطوهم مدراء عامين. وانا احكيها بألم وأنا أقول للدولة هذه دولتنا وهذا نظامنا. نعم. وهذا تغييرنا وهذا ناضلنا من أجله. إذا ما تحسنون اختيار الناس ستجدون على أنفسكم وعلينا. نعم. نحن الذين كنا مدافعين ورعاة ومنذ اليوم الأول دافعنا على هذا النظام الجديد. وأنا شخصيا أصدرت أول صحيفة بعد سقوط النظام يوم 20/4/2003 اسمها فجر بغداد. فكلنا معكم كمثقفين، ولكن راح تحطمون البلد باعتمادكم على هؤلاء الناس الذين لا يسون فلسا. وطلبوا عذرا عن هذا الكلام وأنا آسف ما أقدر أطيل لأن عندي التزام آخر. نعم يا أهلا وسهلا. طبعا دكتور هاي يعني كانت هي منك الكلمة الأخيرة اللي وجهناها إلى الحكومة أو المسؤولين عن هذا الموضوع، يعني بما يخص الآثار وآثارنا ومتاحفنا العراقية أكيد تبقى عزيزة علينا وهي تراثنا وتاريخنا. شكرا لك دكتور علي النشمي الموسوعي العراقي لحضورك في صباحكم الله بالخير. شكرا جزيلا لك.